الواحد بيزنق نفسه زنقه الكلاب، باجي اخر يوم الامتحانات وافضل اذاكر في كل المواد مره واحده. الواحد مش عارف يعمل ايه دلوقتي. ما انت موجوز بقالي شهرين بتحايل عليك قبل الامتحانات تذاكر ومش عايز تذاكر. بقول لك ايه والنبي يا اما سيبني في حالي عشان مش طايق نفسي دلوقتي. مش طايق نفسك ليه يا حبيبي؟ ما تيجي تاخد لك قلمين احسن. مش هضرب قلمين ولا حاجه، بس سيبيني اذاكر بقى عشان اخلص المواد اللي حواليا دي كلها. ما انت فاشل ومش هتخلص حاجه اصلا في يومك ده. هفلح ان شاء الله، بس نقطينا بسكاتي كده. يا نهارك اسود، وانا قطك بسكاتي ليه؟ ده انا هنقطك بحاجه تانية. ماشي هذاكر والله هذاكر خلاص. ما كمل اول، لازم اديك بالشبشب على دماغك. بالراحه على الكتب يلا تتقطع، ده انا دافع فيها دم قلبي. يا زود انت يا زود يا زود. قوم يا ده الباب بيخبط، افتح شوف مين. مش هفتح بيبان انا. يا عم تفتح بقى. والله بالشبشب التاني وفي وشك. لا لا على ايه؟ الطيب احسن، قوم افتح انا. ما كمل اول، بتموت في ضرب الشباشب انت. في ايه؟ ما يلا يا عم بقى، يا عم عايزين نذاكر مع بعض. في ايه يا كشر؟ انت اتاخرت ليه كده يا عم؟ عم انت من امي كانت بعتني اجيب حاجات يا عم وما صدقت خلعت منها اصلا. ده مين اللي هيكسر الباب ده يالا؟ ده كشر يا اما جاي عشان يذاكر معايا. طب خليه يخش ابن الحوله. خلاص يا اما هدخله اهو. خش يا كشر يلا. انت يا امك هتضربنا ولا ايه؟ يا عم خش بقى، مش هتضربنا ولا هتعمل حاجه، هي بتسال مين اللي بره بس. خلاص انا بخاف من امك كده، امك برضه كده مفتريه عامله زي امي الحوله. اه والله يا كشر، دي لسه مدياني شبشب دلوقتي وانا بذاكر، ما انت اللي اتاخرت عليا يا عم. خلاص يا عم بقى، يا عم بطل بقى، تعال اصبر يا عم. السلام عليكم. هو انت شرفت يا منيل؟ اه يا ام الزوز، انا جاي اذاكر مع الزوز ابني. وانتوا فالحين قوي اصلا. هو انت عندك شك في كده يعني ولا ايه؟ بقى انت ياد ما لقيتش غير ابن الحوله وتذاكر معاه. ايه يا عم ده يا عم، يا امك بتغلط فيا ولا ايه؟ والله هجيب لك الحوله دلوقتي. يا عم حولة ايه اللي تجيبها لها؟ لو مسكوا بعض هيموتوا بعض هنا. يا عم انت ما تخليهاش تغلط في امي. طب يا عم انت. طب امك اللي حولة اعمل لك ايه؟ يا عم انت كمان يا عم انت. يعني ايه قالت حاجه غلط؟ اقول لك يا زوز والله ما هذاكر لا معاك. خلاص همشي يا عم، خلاص والله همشي. خلاص بقى يا عم، مش هتتكلم، امي هتفضل ساكته. يلا خليها تخش جوه بقى عشان ما بعرفش اذاكر قدام حد. تعالى احنا هنذاكر ان هي تخش. ماشي. اتنيل اقعد انت وهو، وانا سايبها لكم خطاره اصلا. مش يا عم استنى يا اصلا عم وانا خلاص بذاكر. بقى، خد يا ام الشبشب معاك. هات كدك القرف انت وامك الحوله. يا عم انت شايف امك. معلش معلش حقك عليك، خلاص هي هتخش دلوقتي. خلي بالك عشان واقفه ورا الستاره بتتصنت، ما تقولش اي حاجه دلوقتي خالص. ماشي يا عم خلاص، يلا يا عم نذاكر يا عم. يلا. خش يا عم خش يا عم، عايزين نذاكر يا عم بقى عشان نشوف الحوار ده بقى. هو احنا عندنا ماده ايه اصلا النهارده؟ تكنولوجيا. يا عم انت فاهم حاجه؟ يا عم التكنولوجيا دي سهله جدا. بس انا كشر البت ساره دي عينيها مني. يا زوز ما انت عارف ان ساره بتحبنا يا زوز. تحب مين يالا انت عبيط؟ ده بعتت لي 100 مره على الواتس وانا مش راضي ارد عليها، قلت استشيرك الاول. لا يعني هي بتبعت لك وانت ما بتردش؟ انا بقالي اسبوع بعت لها رساله ما ردتش عليها ولا عاملين لي سكون حتى. مش قلت لك دي عينيها مني انا والله. يا عم خلاص بقى يا عم عشان ما اقطعش الكتاب ده، ما تنرفزنيش. بص بقى، ولا ساره ولا واتس، ذاكر بقى يا عم عشان ننجح. ماشي اهو. خنقت. ايه ده؟ هي الطياره دي بتاعت مين يا زوز؟ الطياره دي ده انا لسه عاملها امبارح، قلت لما اخلص امتحانات نطيرها. يا ابن اللعيبه جامده قوي، انت عاملها كمان بعلم فلسطين، وربنا انت جامد يا زوز. عيب عليك يا كشر، دي فلسطين في القلب. بقول لك ايه يا زوز، يلا نطلع نطير الطياره دي يا عم كده ونروق على حالنا شويه وسيبك من المذاكره دي بقى. نطير ايه يا عم؟ ده امي تموتنا لو انت دلوقتي وترمينا من فوق السطوح. يا عم ما تخافش يا عم، ما تخافش يعني ان هتلاقيها نامت جوه ولا حاجه. تعال نطلع شويه وبعد كده ننزل نكمل مذاكره. بقول لك ايه يا كشر، اسكت والله لا انت لا امي. بس يا عم انت عبيط يا عم، انت لما تيجي دلوقتي اتفطست انا وانت. طب اقعد بقى ساكت يا عم وذاكر. انا نفسي اتسدد من المذاكره. يلا اشتغل نلعب شويه والنبي يا اسطى والنبي. يا لهوي يا كشري، لو ما تضغطش عليا بس. يلا بينا يا عم. يلا بينا. الله. يا عم وطي صوتك، امي هتسمعنا. خلاص يا عم خلاص، يلا هات الطياره. افتح الباب. يلا بينا. يلا بينا يا اسطى. تعالى يا كشري تعالى. يلا بينا. يلا يا كشري تعالى عشان تمسكها لي. لا يا حبيبي انا اللي هطيرها يا حبيبي. طير يا حبيبي، ده انا اللي عاملها وتعبت فيها وانا اللي هطير الاول. بقول لك يا زوز لو ما خلتنيش اطير والله هنزل اقول لامك ان انت طلعت تطير طيار. يا ابن اللذينه، ما انا ممكن اقول لها ان انت اللي فضلت تغري فيا. مش هصدقك يا حبيبي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ هات الطيار يا حبيبي، هات الطيار. ده انت رخم زي امك الحوله. خد يا عم. هات يا حبيبي هات. يلا هات روح امسكها لي وفك الديل، يلا بسرعه. انا ايه اللي خلاني اسمع كلامك بس وعارف ان احنا هنتقفل؟ بطل برطمان يا زوز يا. اجهز ارفع ايدك فوق. ماشي يا عم اهو. بس يا اسطى بس. 1 2 3. يا عم قلت لك مش هتعرف تطيرها، دي طيرت وانا عارفها. يا عم ما طارتش عشان انت ما بتعرفش تعمل طيارات اصلا. اهو هتجيب السبب فيا انا. يلا يا عم بقى امسكها التاني يا عم عشان عايز اطير. بقول لك ايه، انت ليك مرتين ومش هخليك تطيرها تاني.
يلا يا عم بقى. يلا عادي يا رخم يا 1 2 3. قلت لك مش هتعرف ومش عارف تطيرها برضه. يا عم ما الطياره هي اللي بايظه يا عم، اعمل لك ايه؟ بقول لك ايه بقى، هات بقى الطياره البايظه دي وانا اوريك بتطير ازاي. ماشي يا اخويا، تعال انا همسكها لك. يلا يا باشا تعال. يلا يا عم بس ارفع ايدك جامد بس. يلا يا عم الزوز. طب استنى، طب الهوا يجي. لا يا اخويا انا ما كنتش بستنى يا اخويا الهوا. يلا يا حبيبي طير زي ما انا كنت بطير. دي حجتك يعني؟ ماشي استعد بقى، سيب كده. يا ابن اللعيبه يا زوز، ده انت طلعت جامد في التطير والله. عيب عليك يا اسطى، دي لعبتي، ده هتبدع دلوقتي في السما. طب والنبي يا زوز لا تمسكها شويه والنبي. لا لا يا حبيبي، دي ممكن تقطع منك. يا اسطى ما تخافش والله مش هتقطع مني والنبي. اديني يا اسطى والنبي امسكها شويه. لا يا كشري اصبر بقى شويه يا عم. انت هات يا زوز، انت اللي اعمل لكم حاجه. يا نهار اسود، هي العيال فين؟ هو الموضوع كده، يبقوا طلعوا طيروا الطياره فوق يا ولاد اللذينه. والله نطلع نموتهم. يا صلاة النبي احسن، الضحكه ماليه وشك. يا نهار اسود. هو فعلا هيبقى يوم اسود على دماغك. يا لهوي. والله يا امي زهقنا من المذاكره شويه، قلنا نطلع نلعب انا وكشري بالطياره. انا كنت شاكه في الواد كشري ده من ساعه ما طلع لك اصلا. يا عم الزوز مش انا اللي قلت له يطلع، يا عم الزوز هو اللي قال لي نطلع نطير الطياره عشان زهقت من الامتحانات. زهقت من الامتحانات وانت لحقت ذاكرت وانت اللي مطلع كشري معاك هنا. كداب يا ابن الحوله، والله العظيم يا امي هو اللي قايل لي. يا دي يا ابن المنكوسه، هو اي حاجه يقولها لك تسمع كلامه فيها؟ سمع كلامي ليه؟ انا دلوقتي بقول له نطلع نطير الطياره، هو سمع كلامي ليه؟ يا دي اللي ما عندكش انتماء، بتبيع صاحبك في ثانيه. يا حبيبي ده انا بيع جد مش هبيع صاحبي. كله اللي امك يا عم، دي ايديها تقيل. ده انا لحد دلوقتي ما شفتلكش صاحب عدل، اهو باعك في ثانيه يا كلب. هو انت عايزني اتضرب لوحدي يا حبيبي؟ انت فاكر ان انت هتتضرب لوحدك؟ ده انتوا الاثنين هتموتوا من الضرب دلوقتي. تعالوا لي. يا نهار اسود. يا لو تروح فين يا؟ خلاص والله خلاص. هتروح مني فين؟ ده انا هكسر لك دماغك النهارده. خلاص والله ما هعمل كده تاني، خلاص والله. اخر مره، انت كل مره بتكذب عليا وبتعمل كده. لا اخر مره وعد. التاني كشري ابن الحوله يجري مني وما اعرفش امسكه. طب وانا مالي؟ هو هرب منك، انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ ما انت هتتضرب بسببه النهارده. معلش خلاص هذاكر، اخش الحس الكتب كلها دلوقتي وعدي مني. بقى انا اقعد اخش جوه 5 دقايق وارجع، مالكش بتذاكر وسيب المذاكره وتطلع. خلاص والله اخر مره، انا قلت اطلع افك عن نفسي شويه عشان تعبت من كتر المذاكره. دي من ايه؟ ده انا اللي تعبت منك وهصوت والم عليك الناس دلوقتي. ايه يا حاجه صوتك عالي ليه كده؟ صوتي عالي ليه؟ عشان تعبت من ابنك. تعالى شوف لك صرفه فيه. شوف لي صرفه في الواد، هو عمل ايه؟ الواد سايبه مع كشري ابن الحوله يذاكر، دخلت جوه 5 دقايق ارجع الاقيه على السطوح بيطير. الكلام اللي امك بتقوله ده صح؟ ايوه يا بابا حصل الكلام ده بس بعد ما ذاكرنا شويه. بص بجحته بيقول لك بكل سهوله. يعني اكدب عليك يعني يا بابا ولا اعمل ايه؟ يعني انت سبت المذاكره وطلعت تطير؟ ايوه يا بابا سبت المذاكره وطلعت طيار. انا عايزك تمسكه لي النهارده تموته. انا قلت لها اخر مره مش هعمل كده تاني، لما نشوف بقى يا حاجه هتعمل فيه ايه. اديني واقفه. ده انت نهارك تاني النهارده. يلا تعالى. يا نهار اسود هتعمل